سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة إيزومي للخياطة والأشغال اليدوية. مرحبا بكم من جديد. اليوم راح نعطيكم كيفية خياطة مفارش للمائدة، مفارش خاصة بالسفرة. هذه المفارش متكونة فقط من الجلد سكاي، الجلد الاصطناعي، والخيط كوردون. راح نحتاج فقط نصف متر من الجلد الاصطناعي، سعره في الجزائر 500 دينار جزائري، 50,000، وكاين بعض المناطق يبيعوهم 350 دينار جزائري، يعني 35,000. راح نحتاج إلى الكوردون. هذا الخيط كاين يسميه سوتاج وكاين يسميه كوردون. هذا الكوردون يتباع في محلات بيع لوازم الخياطة. سعر الكوبة 90 دينار جزائري، يعني 9,000. فيه 50 متر، فيه 50 متر. أول حاجة رايحين نرسمو دوائر. حبيتي ترسمي دوائر أو قلوب أو مستطيلات، اختاري أي شكل حبيتيه. أنا استعملت المقاس المسنن، استعملي أي مقاس عندك، ماشي شرط يكون مسنن. هذا المقاس اشتريته عند الكنكاري، سعره 500 دينار جزائري، 50,000. كاين الكبير يدير 70,000 وكاين صغير 50,000. راح نقصوا السكاي بالشكل اللي رسمته دوائر. كما قلت لكم ماشي شرط يكون المقاس مسنن. المقاس تاع القرص راح يكون 30 سنتيمتر، يعني ما كبير ما صغير. واللي يبقى لنا من القماش انا قطعته دوائر صغيره، المقاس تاعها حوالي 15 12 سنتيمتر. نعملوها هي لي سوتاس. وهذه المفارش الكبيره خاصه بالصحون. الكوردون رايحين نديرو مقاس متر، ونستعملوا 6 خيوط، نجمعوها مع بعض، نلصقها بالشريط لاصق سكوتش. من بعد نقسم كل خيطين نعمل به ضفيره. نديروا ضفيره عاديه كما تعرفوها كامل الضفيره. نضفروا الكوردون بهذه الطريقه. انا استعملت المقاس تاع الخيط متر هو جاني سوا مع المفرش الدائري 30 سنتيمتر. اختاريت هذا اللون واللون الاخضر، اللون الفوشيا واللون الاخضر، لاني رايحه نشري قماش تاع الطابله، راح يكون بهذا اللون. نتحصلوا على هذه الضفيره. اول حاجه نروح نخيطوها في الاطراف باش ما يتنسناش الخيط. هذه الاقراص الصغيره نلف عليها الضفيره، من بعد نخيطها. ننتقل الى مرحله الخياطه. اول حاجه كما قلت لكم لازم تخيطي الضفيره هذه في الاطراف، من بعد تقصي الاطراف وتحرقيهم. هكذا نضمن خدمه متقونه وما يتنسلناش الخيط. قمت بالخياطه بهذا الشكل. من بعد نقص الأطراف ونقوم بحرقها. المرحلة الأخيرة راح نخيطوا الضفيرة على الجلد سكاي. أنا هذا النوع تاع الماكينة اللي عندها راس الاسود هدايا، كاين سانجا، كاين عده ماركات تخيط لك عادي الاسكاي، وكاين ماكينات الكترونيه، يعني الماكينه تاع تريسيتي. كاين اللي يجي اللي ما تقدرش ما تخيطلكش سكاي، لفي عليها ورق لاصق. هذا الورق لفي على البيد بيش
على أرجل الماكينة، على هذاك الرجل الصغير البي، تلفي عليه الورق اللاصق، الورق هذايا السكوتش تاع الورق. هذا تلقاوه عند البائع لوازم الصيانة، سعره 100 دينار جزائري للرولو. هذه الفكرة نستعملوها للماكينات تاع تريسيتي، الماكينات اللي ما خاطش هذاك النوع ما يخيطلكش السكاي، وتخيطي السكاي بشكل عادي بهذه الفكرة. نكمل خياطة الضفيرة على السكاي. كل مرة لفي سكاي كي تكوني تخيطي حاجة دائرية، كل ما تخيطي عاودي دوري حتى تحصلي على الشكل. يبقى لنا زوائد هذيك تاع الضفيرة، نلفها حتى نحصلوا على زهرة ونخيطوها بشكل عادي. كانت هذه هي الفكرة تاعي تاع اليوم. هذه اول خطوة، نتمنى تعجبكم. هاد المفارش تغسليهم بشكل عادي، ما حبيتش ندير لهم الورود لانه الورود كي تكوني ياكلوا فوقهم ولا يتقاسوا بالمرقه راكم تعرفوا. خيطتهم بالكوردون، تقدري تغسليهم ما يطيرش. نلتقي في فيديو تاني وهو عبارة عن المفرش بعد الايام ان شاء الله نحطه لكم. نتمنى تعجبكم الطريقة. اي استفسار اي سؤال اجيب عليه في التعليقات. تقبلوا تحياتي، سلام.